I give you, the people of the Netherlands, peace and prosperity, and a lasting regard and a firm friendship of the people of Jordan. نبشر الأمة الإسلامية بأننا نقترب من موعد قيام الخلافة التي ستنزل بيت المقدس، والخليفة الذي سوف يفتح فلسطين بيت المقدس. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا هذا الخليفة الذي سيبايع في فلسطين بعد أن يفتح الجزيرة العربية وفارس، فنحن نرى والله تعالى أعلم بأنه بين أظهرنا نراه بأعيننا، وهو عبد الله الذي هو الآن يملك في الأردن. هذا الرجل سيهديه الله تعالى إلى هذا الفتح العظيم، وسنرى بأعيننا إن شاء الله عام 1446 هجرية والمسجد الأقصى قد أعيد بناءه كأجمل ما يكون. ستأتي إن شاء الله على يدي محمد الذي نحن نظن بأنه ابن لعبد الله، هذا عبد الله الثاني ملك الأردن حاليا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله سوف نتكلم بالتفاصيل حول هذا الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.